خدت الجنسية الألمانية أخيرا. سجل يا تاريخ 10 فبراير 2024. قدمت خلاص على الجنسية الألمانية. أبو الأرزاق قدم. فاضل لي ورقة واحدة بس اللي هي الاينبورغن تيست، اللي هو امتحان التجنيس من الآخر. عبارة عن أسئلة عامة، ابلكيشن كده احنا بنحفظ منه الأسئلة. أسئلة عامة بقى عن ألمانيا، عن اللي حصل فيها، عن شوية قوانين. مفروض الامتحان ده كنت عامله من زمان، بس أنا طبعا نسيت. وجي الوقت اللي أنا محتاجه فيه، ومبدئيا كده يعني مفيش مواعيد خالص. أنا قدمت على النظام الأونلاين اللي هو اتطبق من يناير 2024. وعشان انا المفروض كنت اخدها اصلا من 2023، بس كنت لازم اتنازل على المصريه، وانا بصراحه استنيت القانون الجديد عشان انا مش عايز اتنازل. فمفروض على النظام الجديد ده بيقولك ان هم بيردوا في خلال 6 شهور. انا ما اتوقعش ده خالص. في ناس بتقول بيردوا اصلا، هيردوا قبل كده، ده على كلام تكهنات يعني، ما نعرفش اي حاجه لسه. فده لسه النظام الجديد اللي متطبق. هتابع معاكم التفاصيل كلها. هشوف بقى هم اصلا هيردوا ولا لا، هيردوا بعد قد ايه، هناخدها ولا مش هناخدها، معرفش اي حاجه. هحاول بقى ادور دلوقتي كده على امتحان، لان اصلا مفيش مواعيد. من اول ما السنه اتطبقت النظام الجديد، الناس كلها حجزت الامتحانات. فمستني كده بس ايه، نشوف ان هنلاقي ميعاد ولا لا. بس انا هحاول ادعبس في اي مكان حتى بره برلين، بحيث ان انا امتحن باسرع ما يمكن عشان ابعت لهم الورقه دي، لان الورقه دي الاخيره. فخلينا نشوف الايام اللي جايه يحصل فيها ايه، وهتابع معاكم برضو التفاصيل كلها من اول اللحظه دي لحد ان شاء الله لو خدناها، وان شاء الله لما يردوا كل التفاصيل هتابعها معاكم. عشان تبقوا معايا ان شاء الله، يعني تبقى النهايه سعيده، يعني ان شاء الله تبقى النهايه سعيده. ونشوف هم هيردوا ولا لا. فيلا بينا نشوف بقى ان شاء الله الايام اللي جايه هنعمل فيها ايه. النهارده 24/3/2024. عندي امتحان كمان يومين، اللي هو يوم 26 للاينبورغن تيست، اللي هو الامتحان بتاع الجنسيه. بالصدفه كده من شويه، من كام يوم كده، واحد صاحبي قال لي ان هو كان معدي بالصدفه قدام فولكس هوخ شوله، دخل يسال، قالوا له في امتحان في شهر 3 وشهر 4 ضافوه. فقال لي انزل احجز بسرعه، فنزلت حجزت. المفروض الامتحان انت اصلا الابلكيشن بتذاكر كام سؤال كده، مش عارف، كان تقريبا 100 سؤال حاجه كده يعني. وبعد كده بتروح تلاقي 33 سؤال منهم في الامتحان. الامتحان يعني انا ذاكرت كده، حليت الاسئله مرتين 3 يعني. فمش المهم قوي. الفكره كلها ان للاسف بيقول لك ان الشهاده بتطلع في من 4 ل 8 اسابيع، ودي مده كبيره قوي. يعني لو الامتحان 26/3، فالنتيجه لو وصلت لي 26/4 26/5، فده وقت كتير قوي. انا عارف ان هي دي غلطتي، ودي نصيحه ليك لو انت ناوي تقدم على الجنسيه الالمانيه. حاول يبقى الورق كله كامل من قبلها. يعني المفروض الامتحان ده كان معايا من 7 سنين اصلا، المفروض كنت اعمله 2017 2018، بس طبعا ما كنتش محتاجه ساعتها. فدي غلطه، ما تقعش في الغلطه دي لو ناوي تقدم. خلينا نشوف الايام اللي جايه هتبقى فيها ايه. بس دي النقطه اللي احنا وصلنا عليها دلوقتي. فهتابع معاكم التفاصيل اللي بعد كده، ونشوف خطوتنا اللي جايه هتبقى ماشيه ازاي. النهارده 30 يوليو 2024. عندنا النهارده مشكله كبيره ومضحكه في نفس الوقت. وانا طالع كده بفتح البريد، لقيت جواب من البنف دي المسؤوله عن الامتحانات. بعتلي لي فيها ان الشهاده اللي معايا اللي وصلتني من المكتب عندهم فيها مشكله، واكتشفوا ان الموظفه اللي عملت الشهاده دي نست تمضي عليها. يعني هي ختمت بس نست تمضي، مفيش امضى على الورقه فعلا. وطبعا انا عمري ما كنت اخد بالي من حاجه زي كده. وان انا لازم ابعت لهم الشهاده دي من تاني، لان الشهاده دي تعتبر مش ساريه وملهاش اي استخدام. وما تقلقش، احنا بعت لك جواب، الجواب ده انت مش هتدفع عليه فلوس، هتبعت لنا الشهاده دي ببلاش. قال يعني انا مشكلتي في اليورو 70 سنت بتاع الجواب، مش في الوقت اللي انا ضيعته. فانا اعتقد ان مكتب التجنيس هو اللي تواصل معاهم عشان الورقه دي عندهم. فطبعا بالنسبه لهم ازاي ورقه زي دي واصله من غير امضاء، فهو ده اللي خلاهم ياخدوا بالهم. انا عن نفسي ما كنتش هاخد بالي، لو وقفت على دماغي مش هاخد بالي. فطبعا الوقت اللي احنا ضيعناه ده ملوش اي 30 لازمه. احنا دلوقتي نهايه 7، وعدى بتاع 5 شهور هم ما ردوش عليا اصلا، ولا بعتوا لي اي حاجه. وانا اصلا من يوم 19 كده بعت لهم على الكونتاكت فورم بتاعهم، بعت لهم ان انا الورق مفروض كامل، ولحد دلوقتي ما جاليش اي رد. طبعا ما ردوش عليا ولا عبروني. فخلينا نشوف الايام اللي جايه هيحصل فيها ايه. ومفروض انا بكره هنزل ابعت الشهاده دي.
ونستنى ردهم. طبعا احبالهم طويل، هياخدوا برضو وقت حلوين. ما اعرفش هيردوا امتى، هيبعتوا الورقه دي امتى. وانا لازم ابعتها باسرع ما يمكن لمكتب التجنيس عشان نستغل الوقت، عشان الغلطه اللي حصلت دي. طبعا كل ده مش ذنبي وانا ماليش يد فيه. بس اهلا بك في المانيا. النهارده 18/8/2024. وصلني الشهاده متعدله، ويعني ممضيه ومختومه وكله تمام. قبل ما اصور لكم اصلا خدتها سكان وبعتها لمكتب التجنيس عشان نكسب وقت. طبعا الورقه دي ما اتبعتتليش الا بعد زن. يعني انا بعت الورقه زي ما هم قالوا. انا كنت وصلي يوم 30 باين 30. بعتها يوم 31 اول ما صحيت الصبح. رحت جنب الشغل كده مكتب البريد بعتها. وطبعا فضلت مستني شويه حلوين كده. قلقت لان هو ما فيش تراكنج اصلا لورقه مهمه زي دي، وخفت بقى ان هم يقعدوا يقولوا لي الورقه ما وصلتش ونخش في سين وجيم. فقعدت ابعت لهم بعديها ب5 ايام كده: الورقه يا جماعه ما وصلتنيش، يا اخوانا الورقه وصلت لكم ولا لا؟ ففضلت اشغل الزنانه بصراحه. يعني كل يومين كده كنت ببعت. فبعتوا لي بعديها الورقه طالعه يوم 12/8/2024. فمفروض بقى يعني مفروض احنا كده ورقنا كامل ومتظبط، مفيش اي ورقه ناقصه، مفيش ورقه مش ممضيه زي الهانم. انا لحد دلوقتي مكتب التجنيس ما ردش عليا خالص. انا ما اعرفش بصراحه. حتى ما بعتوليش ورقه بتاكيد ان الورق وصل لهم. انا ما اعرفش الورق عندهم ولا لا، ما اعرفش المفروض عليا اعمل حاجه ولا لا. بعت لهم كذا مره ما ردوش على اصلا الكونتاكت فورم خالص. انا عن نفسي ما اعرفش هم يردوا ولا لا. ما اعرفش اصلا في حاجه ناقصه، في حاجه انا ما عملتهاش، في حاجه انا عملتها غلط. لان حتى الاكتد سيشن اللي هو اللي المفروض رقم بتاع الملف بتاعك مش معايا. انا مش معايا دي. المفروض بيبعتوا للناس. الناس بتقول ان هو اصلا ردوا عليها بعد 3 شهور، ردوا عليها بعد 6 شهور. انا لحد دلوقتي في شهر 8 6 شهور واكتر ما ردوش عليا. ما اعرفش اي حاجه. معيش والله حتى الورقه اللي هي بتقول ان الورق بتاعي وصل لهم. انا ما اعرفش. انا المفروض استنى. في ناس قعدت تقول لي محامي ومش محامي لانك كسرت حاجز ال6 شهور. انا زي ما قلت لكم انا كنت متوقع ان هم ما يردوش في 6 شهور ولا حاجه. انا ما اعرفش عشان الورق مش كامل ولا لا. بس في ناس بتقول ان حتى والورق وهو مش كامل بيردوا عليهم يقولوا لهم فاضل ورقه ايه، احنا محتاجين منك ورقه ايه. انا ده ما حصلش معايا. انا معيش اصلا التاكيد ان الورق وصل لهم. فانا مضطر ان انا استنى واشوف ممكن يردوا بعد قد ايه. بستنى فتره كمان اسبوع مثلا ولا حاجه، واحاول ابعت لهم ايميل من تاني. يمكن يردوا، يمكن يبعتوا لي اي حاجه. انا ما اعرفش. انا الحقيقه ما اعرفش اي حاجه. وانا مش عايز الجا لحته المحامي دي بصراحه، لان فلوس كتير وفي نفس الوقت هو مش هيعمل حاجه. هو مجرد ان هو لو انت ورقك فيه مشكله. انا مش حاسس ان ورقي فيه مشكله. انا حاسس ان هو بس مشكله ترتيب ورق، ان هو مثلا في ضغط فعلا عليهم. لكن انا حاسس ان ورقي كامل ومفروض يعني اخدها. فمضطر ان انا استنى بس. وزي ما قلت لكم هبعت لهم، ولو في اي تفاصيل جديده اكيد هقول لكم. النهارده حصل حدث عظيم. انا والله حتى لسه في المطبخ، لسه راجع، ما غيرتش لبس الشغل، لسه ما طبختش حاجه اكلها. بس حاجه زي دي ما ينفعش تستنى. قلت والله لازم اقول لكم. النهارده 2 سبتمبر 2024. اول مره يبعتوا لي ايميل. الايميل مبعوث كمان باسمي. فبيقول لك بقى يا معلم ايه انت. استنى ما نقرا لكم الايميل مفيش مشكله. شكرا على رسالتك. Vielen Dank für Ihre Nachricht. Die von Ihnen eingerichteten Unterlagen wurde Ihrem Einbürgerungsvorgang zugeordnet. Das Layer wird den Antrag schnellstmöglich prüfen und sich bei Ihnen melden. يعني الورق اللي انت بعته، لان انا عملت ايه بقى يا معلم؟ انا قررت ان انا ابعت الورق من كله من تاني. من اسبوع قررت ابعت الورق من تاني كله. قلت بقى يمكن مش موجود، يمكن اتنسى، يمكن اتمسح، يمكن بتاع. قلت لهم انا قلقان ان الورق اصلا ما يكونش عندكم، وانا مقدم من شهر 2 ولحد دلوقتي ما تردش عليا. فانا ببعت لكم الورق من تاني. فده رد ان الورق وصل عندهم، وان هو المكتب هيتواصل معايا، هيراجع الورق ويتواصل معايا باسرع ما يمكن. وهذا حدث لو تعلمون عظيم، لان زي ما قلت لكم اقسم بالله لحد دلوقتي انا ما معايا رقم الملف بتاعي. وناس اعرفها قدمت بعديه وخدت الجنسيه ومعاها الباسبور دلوقتي، وانا لحد دلوقتي ما اعرفش رقم الملف. مقدم من شهر 2 وعدى 7 شهور ولحد دلوقتي رقم الملف مش معايا، وما اعرفش اصلا الورق وصل لهم ولا لا. بس هم
النهارده قال لك ان الورق وصل لنا، فخلينا نشوف ونتابع الورق هيحصل فيه ايه، هيردوا علينا ولا لا. بس ان هم ردوا اول مره دي بالنسبه لي حاجه ايجابيه، انا شايف ان هي دي حاجه ايجابيه ان هم ردوا اساسا وعبروني وردوا الايميل اصلا باسمي، يعني مش ايميل عام. فكويس كويس، خلينا نشوف هيردوا علينا الايام اللي جايه. عدى 7 شهور اهو، قال لك هيردوا ب6 شهور، قال يعني هيردوا ب6 شهور. الناس تقول لك ده 6 شهور، ده 3 شهور، ده بتاع. في ناس والله خدتها في 3 شهور. العبد لله لسه 7 شهور اهو، لحد دلوقتي ما يعرفش رقم الملف. فخلينا نشوف المانيا ناويه على ايه. فاكيد هتابع معاكم الايام اللي جايه ان شاء الله. يعني ان شاء الله اتعشم ان هم يردوا عليا قريب، طالما ردوا باسمي يردوا بس برقم الملف ايه. فاكيد هقول لكم على التطورات بعد كده. مش عارف والله اقول لكم ازاي، بس كارثه، يعني كارثه حقيقيه يعني. النهارده 19 اكتوبر، ردوا عليا بايميل تاني عايزين ورق زياده. الورق ده انا معايا PDF منه، فانا دورت على الورق اصل عشان لو هم كلموني قريب قالوا لي على ميعاد بتاع مش عارف ايه، او بعتوا اصل. ده اللي جه في دماغي. فدورت دلوقتي، اي حد زي ما انتم عارفين عايش في اوروبا عنده الشنطه دي فيها كل الورق اللي معايا. يعني انا لقيت ورق حرفيا اقسم بالله من 2017، من اول ما جيت هنا، جوابات من 2017. الورق اللي انا محتاجه بقى انا مش لاقيه. المشكله ان يعني هو ورق الشغل انا هعرف اطلعه تاني، شهاده اللغه، الاملنج اللي هو تسجيل الشقه، الحاجات دي مش معايا، مش لاقيها خالص. انا عارف ان الورق ده وقت الاقامه الدايمه انا حطيته في فايل لوحده على اساس ان انا محتاجه في الجنسيه، فما يبقاش بعيد عني في الشنطه وبتاع. ما اعرفش انا عملت كده ازاي. هو مفروض في الشقه، يعني انا عارف ان هو الحوار ده هيخلص هلاقي الورق ده قدامي، بس انا مش لاقيه دلوقتي خالص. وما ينفعش استنى، يعني انا ما ينفعش استنى باي شكل يعني. فلازم من بكره اطلع على الورق ده من جديد، طبعا فلوس ووقت، بس لازم الورق ده يبقى معايا نسخه اوريجينال، في حاله ان هو حصلت اي حاجه يبقى الورق ده معايا. وحقيقي انا ما اعرفش ده حصلت ازاي، انا ما اعرفش ازاي انا قلبت الشقه حرفيا كلها مش لاقي الورق ده خالص. دواليب بقى، دراج تحت السرير، في الشنطه، في كل الشنط، فوق الدواليب، مفيش، مش موجود، هو مختفي سبحان الله يعني. فخير يعني، الحمد لله خير. مضطر ان انا بكره اطلع على الورق ده من تاني ونشوف هيحصل ايه يعني. مش عارف، مش عارف ازاي، والله مش مستوعب لحد دلوقتي. يعني انا من ساعه ما انا جيت من الشغل لحد دلوقتي انا بدور على الورق والله. يعني مش عايز اوريكم الشقه ورايا عامله ازاي، انا قلبت كل حاجه حرفيا. فخلينا نشوف هنعمل ايه الايام الجايه. النهارده يوم مميز جدا، النهارده يوم 25 اكتوبر. بعتوا لي اخيرا النهارده الصبح اول ما صحيت رقم الملف اللي هو الاكتد سايشن بتاعي، وده حدث انا كنت مستنيه. لو انتوا فاكرين كل شويه كان نفسي الرقم ده يجي لي، لان ده معناها ان في حد خد الورق بتاعك، في موظف كده خد الورق بتاعك وقعد شغال عليه وبيدرسه. وهي اللي شغاله على الورق بتاعي واحده ست، بعتت لي ايميل برقم الاكتد سايشن بتاعي، عايزه كام ورقه. بعتهم ليها اول ما صحيت على طول. وكده احنا واقفين على خطوه قريبه جدا، ودي خطوه انا كنت مستنيها اصلا، ان في حد يشتغل على الورق بتاعي. وبالمناسبه مشكله الورق اللي حصلت اللي ضاع ده، طبعا كنت هموت فيها والله العظيم، بس سبحان الله ربك يعني. بعت التلك، بعتوا لي الشهاده، طبعا كعيت رقم حلو يعني. والشغل طبعا بعت لي الورق من تاني، كلمت مكتب البلديه بعتوا لي الورقه. فانا كده لحد دلوقتي الورق كله كامل، وهي لحد اللحظه دي هي المفروض بتدرس الورق، ومفيش ورق تاني طلبته. ما اعرفش الايام اللي جايه هتطلب ورق تاني ولا لا، بس لحد دلوقتي مفروض الورق اللي هي بتدرسه هو كامل لحد دلوقتي. طبعا هم طبعا لازم هيطلبوا منك ورق بعد كده، ما اعرفش ممكن تطلب او ما تطلبش. فلحد دلوقتي انا متفائل ان احنا واقفين على النقطه دي دلوقتي، وان انا خلاص معايا رقم الملف، وان في حد شغال على الورق اصلا. بعد كام يعني، احنا بنتكلم في نهايه اكتوبر اهو، واحنا بادئين من فبراير، ف 8 شهور كتير على النظام الجديد. في اصحابي خدوها اصلا خلاص. فالحمد لله انا متفائل والله العظيم، يعني متفائل فعلا ان هو خلاص وصلنا للنقطه دي، وعلى يعني فاضل لحظه على القرار ان شاء الله اللي نتمنى ان هو يبقى ايجابي. بس خلونا نشوف الايام اللي جايه يحصل فيها ايه، وكده كده هتابع معاكم ونشوف ردها الايام اللي جايه. اتمنى ان هي ترد اصلا الايام الجايه.
ونخلص الموضوع ده بقى، لان الموضوع بالنسبه لي طول قوي. بس ان شاء الله يعني الايام اللي جايه نشوف الموضوع خلاص هينتهي على ايه. النهارده اسعد يوم احنا مستنينه. النهارده ايه؟ بعد 9 شهور. بصراحه امبارح قبل الشغل ما يخلص بدقايق، عارف انت لما تبعت اخر ايميل كده في الشغل قبل ما تقفل السيستم، ده اللي حصل امبارح. قاعد كده بكلم زميلتي فقعدت تقول لي هم ازاي ما ردوش لحد دلوقتي؟ ده انت بقالك 9 شهور، ده كده كتير جدا. والله العظيم قبل ما نخلص كده لقيت ايه الايميل كده مبعوت لي، زي ما هو يكون قفلت السيستم بعد الايميل ده. ومفروض احنا متعودين في المانيا في نوعين ايميلات. لو الايميل بدا باللي هو انا بهنيك بكذا كذا، يبقى انت كده الحاجه اللي انت عايزها خلاص هي اتعملت. لو الايميل بدا بان هو انا اسف ان انا ببلغك كذا كذا، فانت الحاجه اللي انت عايزها ما اتعملتش. اول ما قريت ان انا بهنيك، عارف انت فيلم غبي منه فيه كده، هو بيقول له خد نص كمل انت، خد. انا قلت لها خدي كملي الايميل ده انا مش قادر. فبهنتني ان هي ملف الجنسيات اتوافق عليه وان هم مش محتاجين ورق تاني، وادتني ميعاد كمان كام يوم ان انا اروح استلم اللي هي شهاده التجنيس. انا لسه مش عارف قوي الدنيا هتمشي ازاي، هسال الناس اللي هي راحت. بس احنا لحد دلوقتي كل الورق خلصان. مش عايز والله ابالغ في الفرحه، عشان انا عارف والله عارف حظي، مش عارف هيحصل ايه. بس لحد اللحظه اللي احنا فيها دي، وبعد 9 شهور من الانتظار، ملف التجنيس الحمد لله اتقبل. فخلينا نشوف هنعمل بقى الايام الجايه ايه والدنيا هتمشي على ايه. نزلت خلاص من البيت، رايح دلوقتي على مكتب التجنيس. طبعا رجعت على الورق فوق بتاع 90 مره عشان اتاكد ان الورق كامل، لان انتوا متابعين معايا من الاول الدنيا مش ماشيه في السلنكتيه كده في الاول، فمن الاول خالص. فهنعدي دلوقتي بقى ايه، نجيب اي حاجه نشربها ونطلع. دلوقتي انا نازل قبل الميعاد بساعتين، يعني انا نازل قبل الميعاد 50 دقيقه من عندي، انا نازل قبلها بساعتين عشان بقى بنبقى في الامان. فيلا بينا. وصلت خلاص على مكتب التجنيس اللي ورايا ده. طبعا انا واصل قبل الميعاد بتاع 40 دقيقه، لانه خلاص يعني انتوا زي ما فاهمين الموضوع ما كانش بالساهل، فتوقعت ان المواصلات يبقى فيها حاجات يعني، فجاي بدري. المشكله ان الجو ساقع جدا لدرجه ان انا قفلت الجاكيت وايدي سقعانه اصلا وانا بصور دلوقتي. بس سبحان الله المبنى يعني تحس ان هو قابض للارواح اصلا، يعني ايه، نفس شكل مكتب الاجانب تقريبا، بيعملوه بنفس الستايل. وسبحان الله يعني بقالي كتير قوي ما حسيتش باحساس مش هكدب واقعد احور فيها، احساس الضغط ومش عارف هيحصل ايه جوه، مع اني عارف متوقع او يعني سائل ايه اللي المفروض هيتعمل جوه ومراجع كل حاجه. بس سبحان الله بقالي كتير لا سني ولا لياقتي يسمحوا ان انا اعيش الاسترس ده تاني. الواحد 7 سنين هنا، فمفروض بقى ايه خلاص اتعود على الاسترس في المانيا. بس برضو موضوع الجنسيه دي حاجه مختلفه، انت ما عشتهاش قبل كده، ومش عارف جوايا مشاعر متلخبطه، مشاعر انها فرحان بعد طريق طويل، بعد ما يعني فعلا والله انا بجد في حاجات كتير ما حكيتهاش. بس انا اشتغلت على الموضوع ده من اول يوم انا جيت فيه هنا. مذاكره بقى، وكل الذكريات اللي في دماغك بتيجي دلوقتي في اللحظه دي ان انا داخل دلوقتي اخد الجنسيه ان شاء الله يعني. وفعلا والله يعني في حاجات كتير قاعده تمر في دماغي كده، من اول اللغه، من اول ما كنت بفكر اصلا في الفكره، من اول ما كنت بحضر محاضرات عن الدراسه، من اول ما بكتب كلام عن اول ما قررت ان انا اجمع معلومات وابدا اشيرها للناس، وناس تسافر من قبليه بالمعلومات اللي انا بقدمها وانا اسافر بعديهم. كل الكلام ده في دماغي دلوقتي من ساعه ما انا بركب اول اتوبيس عشان اجي هنا لحد ما اخش جوه. انا مش عارف، مشاعري متلخبطه، مشاعر فرحه، مشاعر قلق، مشاعر خوف، مشاعر ذكريات بتعدي قدامي من اول يوم قررت فيه ان انا اسافر. مش عارف هيحصل ايه جوه. ففي نفس الوقت كده ايه، مش عارف افرح فرحه كامله ولا استنى لحد ما نخش جوه ونشوف ايه اللي هيحصل جوه. فمفروض دلوقتي هخش، معرفش هيسمحوا لي ان انا اصور جوه ولا لا، بس لو عرفت ان انا اصور جوه اكيد هعمل ده. فتعالوا نخش جوه، ويعني احنا في اللحظه دي من الفيديو عايزكم تدعوا، يعني عايزكم تدعوا لحد ما ربنا يكرم ونخش ونشوف
الموضوع هيبقى ماشي ازاي، واتمنى ان انا اعرف اصور عشان اعيشكم معايا زي ما عيشتكم من اللحظات اللي هي الورق والبيروقراطيه والقلق اللي حصل ده كله، اعيشكم معايا اللحظات الفرحه جوه. فيلا بينا نخش جوه المبنى. خدت شهاده الجنسيه الاوركوندا للجنسيه. الموضوع مش ابسط مما انا كنت متخيل. كان نفسي اصور لكم جوه بس ما كانش نافع خالص. دخلت الموظفه اللي هي اشتغلت على الملف بتاعي، هي اللي استقبلتني، وده اخر يوم ليها. تقول لي ده اخر يوم ليا في التجنيس، وانت اخر تقريبا ملف انا اشتغلت عليه. كان عندي مشاكل في الورق شويه بسبب ان انا شغال بارت تايم، ومفروض انت تبقى شغال فول تايم. بس قالت لي انت اشتغلت بقالك كتير قوي في المانيا، واكيد شغل البارت تايم اللي انت شغاله دلوقتي انت بتريح شويه. فانا اتكلمت مع مديري ان هي دي حاله استثنائيه، ان هو شغال بقاله كتير. انت قدمت ورق كتير جدا، ان انت اشتغلت وعملت حاجات كتير جدا في المانيا، واشتغلت على نفسك كتير جدا، ونيابه عن المانيا موافقين على طلب الجنسيه، ودي شهاده او الاوركوندا بتاع الجنسيه. طبعا انت بتقوم قبليها تقف قبل ما تستلم الورقه دي، بتبقى فاتحاها كده، وبتقوم جايه قايمه واقفه، وبتخليك ان انت تقول القسم. كان نفسي اصورها بس ما ينفعش خالص. حسيت نفسي الليمب قوي كده وانا بحلف قدام المحكمه، اللي هو انا بقول لها ارفع ايدي يعني. قالت لي لا من غير رفع ايد عادي خالص. فقمت جاي قايل القسم فيما معناه ان انا هلتزم بالقوانين بتاعه المانيا، وهبقى بعمل لمصالح المانيا ومش هعمل اي حاجه تضر المانيا. بس في اللحظه او الجمله الاخيره اللي بتقول فيها اخر كلمه، بتقوم جايه قايمه مدياك ملف التجنيس اللي هي الشهاده اللي انا وريتها لكم. ودي بتبقى بتقول لك بقى ان انت دلوقتي بتقول اسمك الاخير هير كذا كذا، انت دلوقتي الماني. وبتقفل البتاع وبتقول لك الشهاده دي ما ينفعش ان هي تضيع، ما ينفعش تروح تديها لموظف وياخدها. الورقه دي لازم تفضل معاك، اوعى تضيعها. تقريبا هي حد قال لها ان الورق بتاعي ضاع ولا مش فاهم، بس قعدت تكرر في الموضوع ده كتير. الورقه دي ما بيطلعش عليها بديل، فالورقه دي بتاعتك اوعى تضيعها. هطلع حالا اهو البيت هتبص تدفسها في شنطه الورق. فالموضوع اصلا لوحده رهيب كده، اللي هو انت تحس انك انت قلقان من الموقف او الموضوع اللي حصل فيه. حتى انا بقول لها والله انا حاسس ان انا قلقان وانا ما عملتش اي حاجه، انا حاسس ان الموضوع بيخوف. فقالت لي لا دي حاجه طبيعيه وبتاع. وقام جايه واخداني قالت لي بص في عندنا برجر قمت هنا، انا هاخدك اشوف لو هم يقدروا يستقبلوا حد من غير ميعاد. فالناس كانت لطيفه وقالت لي مفيش مشكله. فانا دلوقتي طلعت كمان الاي دي، وطلعت كمان الباسبور هستناه. طبعا من كتر خضتي، انت عندك في باسبور مستعجل وباسبور عادي ماشي. انا من كتر ما انا مخضوض وعارف اللي هو ايه ده في ايه ومش عارف ايه اللي فقال لي عادي ولا مستعجل؟ قلت له عادي انا قاعد ادوني اي حاجه، انا موافق باي حاجه. والهدف من الفيديو ده لما خدتكم من المراحل الاولى لحد دلوقتي، مش عشان ان هو ايه والله بص انا خدت الجنسيه الالمانيه ولا اي حاجه. كان زي ما انا خدتكم من مراحل الحزن والاسترس، وان الورق مش كامل او الورق لسه بكمله او هم لسه عايزين ورق او ان هم ما بيردوش عليا، لحد دلوقتي لحد النهارده وانا بستلم شهاده التجنيس، وبعد كده لحد ان انا هستلم الباسبور. كل الفكره منها ان انا كنت عايز اديك احساس ان ما فيش حد خد اي حاجه في اوروبا او ما خلف الكواليس من اللي انت بتشوفه. ده خد الجنسيه، ده خد الاقامه، ده سافر اشتغل او درس في اوروبا. ان الموضوع ما بيجيش بسهوله، الموضوع بيجي بعد سعي وضغط نفسي وضغط عصبي وورق كتير وبيروقراطيه ويمكن عنصريه ويمكن عدم مساواه. وفي نفس الوقت لو انت عايز تعمل اي حاجه ده يبقى حافز ليك ان مفيش حاجه هتاخدها بسهوله، كل حاجه هتاخدها بالسعي اللي انت بتعمله. لو انت حاسس ان انت عايز تقدم على حاجه او عايز تعمل حاجه وحاسس ان الحاجه اللي انت هتعملها دي اتقالك ان هي صعبه او اتقالك ان هو لا مستحيله، وانت حاسس ان انت تقدر تعمل الحاجه دي، كمل واسعى ليها وجرب وحاول. حتى لو انت اترفضت او حاجه او حتى الحاجه دي ما جاتلكش، ولو انت حسيت ان انت بتتعرض لعدم مساواه او بتتعرض لعنصريه، مفيش مانع ان انت تجيب محامي يجيب لك حقك، لان هنا في قانون تقدر برضو بتاخد بيه حقك عادي خالص. والله العظيم من اول 2017 ومن قبلها وانا بمشي في اجراءات السفر. لو جيت وانا حد جه قال لي من كام سنه، من 8 9 سنين، ان هيجي اليوم ان انت تعمل فيه فيديو عن الجنسيه وان انت معاك الجنسيه الالمانيه، اقسم بالله العظيم
انا ما كنت هصدق ولا كنت اصلا هقتنع بالكلام ده. فانا جاي لك من هناك، انا جاي لك من المحله الكبيره لحد هنا بقول لك ان انا ان الموضوع بالسعي. انت وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. كمل واسعى في طريقك، واوعى تخلي حاجه توقفك. لو انت حاسس ان انت عايز تعمل حاجه اشتغل واسعى عليها، وبص اقفل بقك، اشتغل بس اشتغل واجتهد ليها، وان شاء الله هتوصل لها، سواء بقى جنسيه، سواء شغل، سواء سفر، سواء دراسه، اي حاجه عايز تعملها في حياتك حاسس ان انت هتقدر تعملها او نفسك تعملها، اسعى ليها واجتهد، وان شاء الله ربنا مش هيضيع تعبك، ربنا ما يضيعش تعب حد. فخلينا دلوقتي نستنى لحد ما نشوف بقى الباسبور هيجي كمان 4 أسابيع ان شاء الله. ساعتها بقى نقدر نشوف احساس الباسبور عامل ازاي. احساس واحد من اقوى الباسبورات في العالم، رقم 3 او رقم 4 على العالم، بيدخلك حوالي 197 دوله. خلينا نستنى ونشوف احساسها ساعتها عامل ازاي، لان لحد دلوقتي انا معيش اي حاجه في ايدي، انا معيش الا الورقه دي، معيش لا باسبور ولا معايا اقامه ولا معايا كارت هويه، معيش اي حاجه خالص غير الباسبور المصري وورقه التجنيس. فنستنى الكام اسبوع دمت ونشوف ساعتها بقى لما ناخد الباسبور احساسه هيبقى عامل ازاي. النهارده يبقى عدى كده 3 أسابيع على ميعاد مكتب التجنيس. هو المفروض في العادي ان انا كنت المفروض اعمل الباسبور مستعجل، بس طبعا زي ما انتم كنتوا فاهمين انا في الميعاد، انا تحس ان انا كان اول مره ادخل مكتب اجانب او مكتب تجنيس، ما طلبتش الباسبور يبقى مستعجل. فالراجل قال لي من 4 ل 8 أسابيع المفروض تستلم الباسبور. وكما العاده زي ما انتم خلاص بقى اتعودتوا معايا، هم لا هيبعتوا لي رقم تتبع ولا هيبعتوا لي ايميل ان الباسبور خلص ولا هيبعتوا ولا هيتصلوا بيا. فمفروض احنا رايحين دلوقتي يا اما نلاقي الباسبور هناك مستنينا، يا اما لسه ما خلصش ونستنى اسبوع ولا اسبوعين كمان. فانا النهارده خدته اجازه وقلت اجرب اروح اشوف الباسبور مستنيني هناك ولا لا، لان هم من قيمه كام يوم كده بعتوا لي جواب برقم الهويه اونلاين. دي حاجه كده موجوده هنا، انك انت لو انت عايز تطلع ورق ولا ايه ولا اي حاجه ممكن تستخدم ابلكيشن بالرقم ده، وبالابلكيشن ده تطلع بيه الورق اونلاين. فمفروض دلوقتي انا اروح نشوف بقى هناك البطيخه طلعت حمراء، البطيخه طلعت بيضاء، يعني الباسبور هناك يا اما الباسبور مش هناك. فيلا بينا نتحرك على هناك، واتمنى يعني احنا ما نضطرش ناخد اجازه تاني كمان اسبوع ولا حاجه ولا اسبوعين عشان نستلم الباسبور. فهنروح بقى هناك ونشوف هل حظنا حلو وبعد 3 أسابيع الباسبور خلص ولا لا، ويا اما يا اما هو مستنينا يا اما مش مستنينا. فيلا بينا. وصلت خلاص على المكان. بصوا المكان يعني قدامه اصلا مكان مش عارف ده اثر ولا ايه، انا عمري والله ما شفته، ما اعرفش المكان ده ايه اصلا. في تماثيل وبتاع مش عارف ايه. فالمهم دلوقتي بقى ايه، هنخش نشوف باسبورنا الجميل مستنينا جوه ولا لا. عارف انت استاذ مدحت شلبي وهو بيقول عبد الله يا عبد الله، او انا عايز اقول عبد الله يا عبد الله دلوقتي. اوبا اوبا، اول هويه المانيه نمسكها في ايدينا يتكتب فيها الجنسيه الماني، ومكتوب طبعا المحله الكبرى، والمحله الكبرى مش سايبانا في حالنا حتى واحنا معانا هويه الماني. الباسبور طبعا لسه ما طلعش وفاضل عليه 4 أسابيع، لان احنا خلصنا 3 لسه فاضل بتاع 4 أسابيع. ويصادف ان الموظفه اللي عملت لي اصلا طلب الباسبور تبقى فوق، قالت لي انت ليه ما عملتوش اكسبريس؟ قلت لها والله ما حد قال لي وانا اعرف حاجه، ما حدش قال لي اي حاجه وانا ما كنتش فاهم حاجه. وقلت لي 4 أسابيع، قلت 4 أسابيع 4 أسابيع، فلسه فاضل 4 كمان، يعني هو من 4 ل 8. انا ما شاء الله هكمل ال8 أسابيع. المهم ادتني لينك هتابع معاه الحاله بتاعه الباسبور وصل ولا ما وصلش. المهم مفيش مشكله، بدايه الغيص قطره، خدنا اول هويه. اشوفكم كمان 4 أسابيع لما ناخد الباسبور، لسه بدري، لسه حبه حلوين. احنا ممكن نسافر جوه المانيا بيها، ممكن نسافر جوه الاي او بيها، بس ما ينفعش نطلع بره خالص، لان لحد دلوقتي انا معيش باسبور، معيش الا الباسبور المصري، فده مش هيطلعني في اي حته، ولو طلعت مش هعرف اخش. مش عارف يعني، لسه بفتي. هي قالت لي انت لو انت عايز تسافر فعلا بره المانيا بتجيلنا بنديك ورقه تقدر تسافر بيها، وده انا مش هعمله. احنا هنستنى عادي خالص عشان مش عايزين اي مشاكل ولا عوق، لان انا عارف حظي ماشي. فهنستنى عادي خالص، واشوفكم في نفس المكان كمان 4 أسابيع نكون ان شاء الله جايين نستلم الباسبور. وصلت على المبنى من تاني بس بعد اسبوع. النهارده الصبح الساعه 8:30 الصبح جالي ايميل ان الباسبور موجود، وان انا اقدر اجي اخده. فانا جاي دلوقتي ان انا استلم الباسبور. فتعالوا نطلع ناخده. لسه الموظفه معديه من قدامي اللي هي المفروض كانت معايا في الميعاد. فتعالوا بقى ايه نطلع نستلم الباسبور الالماني.
السيدات والساده، بقيت الماني خلاص. طلعت فوق لقيت الباسبور مستنيني. طبعا ما كنتش دفعت المره الاولانيه، فدفعت 70 يورو. الباسبور معمول بس اللي هو الصغير اللي هو 32 ورقه، المفروض في باسبور اكبر من كده. طبعا ما كنتش اعرف المعلومات دي يعني، بس اديكوا يعني اللي هيقدم على الجنسيه بعمل الباسبور مستعجل، واعمل الباسبور الورق اكتر عشان ما تدفعش من تاني يعني. بس بقيت الماني خلاص. مش عارف اعبر عن احساسي بعد اكتر من 10 شهور، لا 11 شهر. احنا مقدمين في شهر فبراير، وانتوا شفتوا كل حاجه معايا، شفتوا الوحش وشفتوا الحلو. الجميل ان الباسبور ده بيديك صلاحيات كتير قوي، واهم حاجه في الباسبور ده السفر، انك انت تقدر تسافر اكتر من 197 دوله بالباسبور ده. الباسبور الثالث اقوى باسبور على العالم. وانا واحد عايز اسافر والف، فالباسبور ده بالنسبه لي قوه كبيره جدا، ان هو يديني فرصه ان انا ادخل دول كتير. فده اللي انا كنت عايزه. انا كنت عايز اخد الباسبور عشان اقدر اسافر واشوف العالم زي ما انا عايز. لا قصص بقى فيزا ولا تقدم ولا تترفض ولا قبول، تقدر تدخل في اي وقت انت عايزه، سواء بقى عند الوصول سواء ان انت مش محتاج فيزا اصلا. فده قوه الباسبور هنا، انك انت تقدر تلف زي ما انت عايز. وفيديو النهارده كان مجرد رساله خدتكم معايا فيها من اول ما انا اشتغلت على الورق لحد النهارده، اكتر من 11 شهر كنت واخدكم معايا فيه. وده كان مجرد رساله للناس اللي عايزه تسافر، ان اي حاجه انت بتشوفها مفيش حد بيوصل لها كده بسهوله. ده مجرد نظره بسيطه عن شكل الحياه بره عامله ازاي. مفيش اي حد خد اي حاجه ان هو قدم خد الحاجه بتاع عادي. ورق بيضيع زي ما انت شفت معايا، مواعيد كتير، ورق اكتر بتزوده عشان توصل للحاجه دي. فلو انت عايز تعمل اي حاجه في حياتك اسعى واجتهد ليها، وربنا مش هيضيع تعبك، وكمل للاخر، لان ربنا فعلا والله هيجازيك خير على المجهود ده. سواء انت الحاجه دي خدتها او لا، دايما هيبقى الخير ليك اللي ربنا عمله طول ما انت بتسعى وتجتهد. فده بس كان مجرد رساله للناس اللي عايزه تسافر، لان في يوم من الايام والله انا كنت بشوف فيديوهات زي اللي انتوا بتشوفوها دي، وكنت بتمنى في يوم من الايام لو اوصل بس للحاجه اللي الناس دي. وها انا في 2024 بعد اكتر من 7 سنين واقف بالباسبور الالماني بعمل لكم فيديو زي الفيديوهات اللي انا كنت بشوفها. فاتمنى يا رب من كل قلبي اي حد عايز يوصل لاي حاجه في حياته يحققها طول ما هو بيسعى ويجتهد. فده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اتمنى يكون وصل رساله للناس اللي عايزه تسافر. ده فيديو من فيديوهات يعني انا كنت اتمنى اعمل فيديو زي ده. فاتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديوهات اكتر. لو انت على اليوتيوب اعمل سبسكرايب، لو انت على الفيسبوك اعمل فولو، عشان في فيديوهات تانية اكتر جايه هتبقى بص يعني دمار الدمار. بس ده كان فيديو النهارده، سلام.